كان يجينا الفلفل. واخيرا هسه نروح نغسله حتى نصب غدا. يعني كلش طيب ويا البامية. هم انتو تحبونه ويا البامية؟ مرحبا بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ جمعة مباركة عليكم ان شاء الله. اليوم حبيت اعرض لكم هذا الجبن اللي بنكهة الزيتون، طعمه كلش طيب، مع العلم انه اني الوحيدة اللي عجبني، لان اللي بالبيت كلهم ما عجبهم. فدائما اقول انه الناس اذواق، واكيد كل من وذوقه. وهسه اكيد من بعد فقرة الريوق راح نغسل المواعين. وشوفوا لي هاي الكوابة طبعا بقت بس الوجبة الأخيرة، فإن شاء الله من أطلع للسوق يحتاج لي بعد كواوة، لأن ما شاء الله هواي حالة كسر جاي تصير بالبيت. وهسه تعالوا قولوا لي منو مثلي. هنا أنا طبعا كل ما أسوق طبعا أنا مسواق شهري، فأجيب لحم مثلا شرح أو لحم بعظم، فش أسوي؟ أسلقهم وأفرزهم بالثلاجة بالمجمدة العفو، وأبقيهم من أحتاجهم أطلعهم عمود رأسا بسرعة أستخدمهم. فهنا أنا أجيت أول شي شوفوا المصيبة اللي أنا مسويتها. شنو؟ سلقت اللحم فصار السلق زايد. المهم تعرفون يعني سويت بهالأثناء؟ قلت أول شي راح أحمس اللحم بالثوم، ومن بعدها أطلعه حتى شنو؟ حتى من بعدها أرجع أحمس البامية. وهاي البامية من بعد ما غسلتها وخليتها تذوب من الثلج وصفيتها بهذا المصفي. طبعا بنات هاي البامية على أساس إنه هي أخليها أفرزها للشتاء، بس طبعا أنا ما عندي أي قانون يعني ألتزم به، لأن كنت حيل مستعجلة، فماكو أي مشكلة. قلت من أطلع للسوق راح أخذ وجبة وأفرزها. فهسه بناتي هنا حمستها بالثوم، وراح نضيف لها معجون حتى شوية، بس شوية تحمس راح أضيف لها مي وأتركها لحد ما أخليها إنه تبلش تفور، ومن بعدها راح أضيف عليها اللحم حتى تتنكه بنكهة اللحم. فهنا طبعا أكيد خلطتها، وطبعا أكو قلت لكم اللحم ستوته زايد، ف لا تغلطون مثل هاي الغلطة مالتي. المفروض هو مو كلش يعني بهالصورة، إنه لأن هو لحم غنم. شوفوا بنات، فهذا من بعد ما استوت. وسهمكم العافية حبايبي. وهنا أنا أكيد ماركة البامية لازم وياها فلفل أخضر. طبعا احنا نحب وياها فلفل أخضر، فكتبوا لي بالتعليقات تحبونها وياها فلفل أخضر أو خضورات، شنو اللي تفضلونه إنه تاكلونه ويا مرقة البامية. وحبايبي هسه راح من بعد فترة الغداء راح اخذ فرة سريعة بالمطبخ. اكيد بعد مواعين الغداء وكذا راح ننظف المرمر، راح ننظف ارضية المطبخ وارضية الصالة، حتى من بعدها عندي طلعة سريعة مثل ما تقولون طلعة عصرونية، ومن بعدها راح اشارككم بعشاية السريع. فخليكم ويا الفيديو، واتمنى اللي وصل لهنا لا ينساني من اللايك ومن الاشتراك ومن تفعيل الجرس على الكل حتى يوصلكم كل شي جديد. وأكيد أهم شي ما تحرموني من تعليقاتكم الحلوة اللي تنطيني طاقة إيجابية. وهنا بنات من بعد ما رجعت للبيت طبعا بوقت متأخر، أخذت لبن طبعا من السوق، وبلشت أنه خليت عليه مكعبات ثلج وخلطته بهاي الخفاقة اليدوية. وأكيد أسرع وأسهل عشاء اللي هو فلافل. أصلا أنت لما تكونين بالسوق أكثر شيء يجي ببالك أنه تجيبين فلافل حتى تخلصين العشاء بأسرع وقت ممكن. وهنا طبعا قبل بيوم كنت مسوية كباب دجاج فحميته، والحمد لله والشكر على نعمة رب العالمين. أبد أبد لازم ما نستهان بالنعمة، ولازم نحفظ النعمة، لأن رب العالمين يشوفنا ويشوف أعمالنا، وكل هذا يسجل بصحيفة أعمالنا. وهنا أنا بنات طبعا جبت الرطب، يعني كلش كنت مشتهيته صراحة، ولقيته هو هم سعره كلش مناسب، يعني الكيلو ب1500. فأكيد قلت خليه أجيبه بما أنه هسه وقته الرطب فكلش طيب. بعدين لما يصير تمراية كاملة
فمو يصير طعمها مثل ما تكون هيجي نص يعني صفرة ونص راوية. فالحمد لله وشكر على نعمة رب العالمين. حبايبي إن شاء الله راح قارب الفيديو للنهاية. إن شاء الله عجبكم هذا الفيديو، حبيت أشارك يومي وياكم، وأكيد سهمكم العافية حبايبي. وهسه أقول لكم مع ألف سلامة، انتظروني فيديو جديد. وطبعا أكيد الزوزة بهالأثناء احنا مشغلين لها شيء إنه بس يلهيها على مود لا تكون عصبية. فخلينا لها هنا روما وديانا كالعادة، وهذا الوقت اللي خلصت بيه العشاء. وهسه أقول لكم باي باي.